وليتو حافظيني وعارفين عزيز عليا هاد الكيكه ديال مول العجيب، اجي نشارك معكم هاد الكيكه بالليمون. كتجي لذيذ بنينه بزاف، غير جربوها. كناخذ ميكسور كندير فيه جوج ديال البيضات، انا كندير كلشي في الميكسور. كندير كاس صغير مملوء زيت نباتيه، عصير ديال البرتقال واحد الكاس، وكاس صغير مملوء سنيده، وساشي ديال الفاني مع قبيصه ديال الملح. كنخلط هادشي جيدا وكنخويهم هكا في بول. كندير في جوج كيسان ديال الدقيق الابيض، جوج خمارات، وكنخلط. هنا الا كتبغيو حتى الكوك يمكن لكم ديروا واحد جوج المعالق، كيبقى اختياري. انا ما بغيتش ندير الكوك هاد المره هادي. صافي كنخلط. هذا هو القوام ديال الكيك. كنديرهم هكا في المولي، كنكون ديجا دهنته غير بالزبده، وكندخلهم للفران على درجه حراره 180 من التحت دغيا كيطيب، ما كياخذش الوقت بزاف. كنزيد نشعل عليه من الفوق غير يتحمر وكنخرجوا. ها النتيجه، شوفوا كيفاش كيجي، راه ما كيلصق ما حتى شي حاجه. بالنسبه للكريمه درت هنايا جوج كيسان ونصف ديال العصير ديال البرتقال، ساشي ديال الفاني. كندير فلون ديال الفاني. كندير هنايا واحد جوج المعالق كبار ديال كريم باتيسير اولا نشا اللي متوفر عندكم، وثلاثه المعالق كبار سنيده. كنخلط هادشي وكنديرهم على نار مهيله حتى كتبدا هكا يعقادوا وكطلع فيهم الغليه، وكنحيدهم. راه دغيا كتوجد الكريمه، شوفوا كيفاش كتجي. صافي كنخويها فوق من الكيكه ديالي، وكنديرها في الثلاجه حتى كتشد في راسها وكتبرد. والتزيين كيف ديما كيبقى اختياري. انا هكا زوقتها غير بقشور ديال البرتقال وشويه ديال اللوز ايفيلي اللي حمرته. ديما التزيين كما كنقول لكم، زوقوا بداكشي اللي كتبغيو. جربوا الوصفه بالصحه والراحه. السلام عليكم.